موجودات. يلا 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 يلا، اقتربت لي الشيخ الطنطاوي في نقص. يلا قم عكري. الله كيف ذا؟ ابشر. هذه الاوجاكم ها يا ابو عماد، صرت اليوم تسبحت بين البحر، كانش بيخرج مدريها. صلك بالله. والله وش دخل جوفها؟ قرح لك الطبلة هذا موج، يعني طبق ذاك موج. الطبلة كرحت، عجيب نسمع بها. مسكت حاكا. الو هلا مسدود يا رجل، لا مسدود. تستاهل. عرفت انت كمان تساد لهم كذا، وواحد بيتجاوز جنبك. كورة زي الصابون ذاك، تطبع حق الصابون، هي بتقلح. ايا شدوا وانا ابدالكم. تعبت انت يا ابو عماد. ايوه، عبقي قصة من تهب لنا. عدا وصلنا لعند محمد عليه الصلاة والسلام، لا كنت تذكر حاف. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا الرجال اول شيء مات امه، بعدها مات ابوه يتيم، ما بش معاه احد، بس جه جده عبد المطلب. عبد المطلب. كان جده ذا يلقيها الدنيا وما فيها، ألقي الله محبته بقلب عمه أبو طالب. أبو طالب ما كانش معه جهال. ها ايوه. قال عبد المطلب جمع عياله، أبا جهل وأبا الحكم وعبد المطلب والحمزة، وكانوا خيرات. هذا أبو طالب هو من بعد كان عبد الله هذا هو الصغير، عيال عبد المطلب الصغير، وأبو طالب كان يحب عبد الله. بعدها كان يشوف أن هذوك بينهروا محمد، قال يا أبا طالب إنه ابن عبيد الله، كن يعني ضمه. فكان يبزه، ما كانش معه جهال هذاك أبو طالب، فكان من لقي محمد استبشر بالخير، مش عارفين بهذا الوليد، يستبشروا منه بالخير. كان إذا لمس شيء وضع الله فيها الخير والبركة. إذا دخل أبو طالب ولا عبد المطلب مع هذاك الجويهل رسول الله أي سوق فاضت منها البركة ويكثروا الناس. وفي ذاك الزمان كان في واحد جالس بالطرف حق السوق يلقي الداخلين والخارجين، وكان حكيم. كان إذا لقي محمد يجي مع جده أو مع عمه يكثروا الناس وتزداد البركة.
فيبيعوا ويشتروا ويستربحوا. يوم ما يصيرش الدنيا غير. فلاحظ قال: يا أبا عبد الله، لعبد المطلب، من هذا الولد؟ قال: إنه حفيدي، إنه محمد ابن عبد الله. قال: نعم. قال: هلا أذنت لي أن أكشف عن سترة؟ قال: ويحك ويحك، ماذا عساك أن تكون فاعل؟ أتريد أن تنظر إلى ظهر الولد؟ لماذا؟ قال: والله لئن وجدت فيه تلك الأمارة لأنه هو. قال: أي أمارة؟ قال: سأقولها وأنت أعلم بالطفل مني. هل قد نظرت جسمه؟ قال: إنه ابني ولدي. كيف لا؟ إنه ولدي. قال: هل به أمارة بظهره؟ قال: نعم. قال: والله لأنه هو. قال: من؟ قال: إنه النبي المنتظر، إنه النبي الذي بشر به عيسى وموسى والنبيون، إنه أحمد. ربي هذاك الوليد. فكان عبد المطلب يحبه حبا جما، وأبو طالب عاش نشأ انتشأ على الصدق والأمانة، فكان يختلي. في ذات مرة ذهبت خديجة قبل أن يعمل معها وعينها عليه: يا محمد، هل تصحبني اليوم؟ فلدي شيء أريد أن أخذه. قال: لك ذلك. ذهبت به إلى عند واحد يقول له ورقة ابن نوفل، كان ابن خالتها. قالت له: يا ورقة، انظر لي هذا الرجل. قال لها: يا خديجة، ماذا تريدين منه؟ فوالله إني رأيته يمضي معك وكأن السماء تظلله والخير والبركة حوله. من هذا؟ قال: الشفاء. ما اسمه؟ قالت: محمد. ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد. هل به علامة في ظهره؟ قالت: لا أدري ولكنني سأسأل. فأرسلت من يتجسس على النبي فوجدوها. قال لها: والله لأنه هو. قالت له: من؟ قال لها: إنه النبي الأمي الأمين. حبته حبا جما.
فكانت له الصاحب، فكانت لها الصاحبة والأخت والأم والرفيقة. قالت ماذا تقول يا ابن نوفل؟ قال والله لأنه هو، والله لأنه هو. هل يقبل الصدقة؟ أعطيه شيئا. فذهبوا إليه فأعطوه صدقة عمد، وهو فقير ما بس معه. خذ هذا وخذ لك. قال لا لا لا. قالوا إنك عبد فقير وراع وترفض الصدقة. قال لا أريدها. خذها. قال لا 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 لا. قال أرسلوا إليه بهدية. فأعطوه شيء يأكله. قال إنه هدية. قال هي مقبولة، إذا كانت هدية فلا بأس. فتقاسمها هو ومن معه، من كان حوله. قال ابن نوفل والله لأنه هو، إنه النبي الأمي التي ستتزين به الدنيا مدى الحياة. بعدها ذهب إلى الغار يجلس له. السلام عليكم. قال وعليكم السلام. قال اقرأ. قال لست بقارئ. قال اقرأ. قال لست بقارئ، أنا إنسان أم يتيم حاغراني. قال اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. إلى آخر السورة، إلى آخر السورة. بعد نزل عليه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث. فذهب يتكلم بهذه الكلمات عند خديجة، فراقبته حتى أنه في يوم من الأيام نزل عليه الوحي وراسه فوق رجل خديجة، نزل عليه وحي. نزلت عليه سورة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. بداية الدعوة، بداية الدعوة يعلن أنه رسول. أكثر ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. داري أنك ما تحصل مآذية. عندما بدأ طبعا آمنت معها أول واحدة خديجة، وبعدها أبو بكر، وبعده كان علي بن أبي طالب. هذا ولد جاهل صغير، كان جويهل الفتيان، هو كان جويهل صغير، يعني طفل صغير لم يبلغ الحلم، لم يبلغ ال7 سنين، لم يبلغ الحلم.
12 سنة. فكان النبي من يعني حبه لأبو طالب، ومن حب أبو طالب له، وأنه عايش مع ذول الناس، ينظر إلى يعني علي كأنه ولده. وذي بزع علي النبي، وذي بزع علي كأنه ابنه، كأنه ولده. فما كان يأكل أي شيء إلا ويبدأ في علي. قال الله تعالى قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأنه هذا جنبه جويل. مثل ما كان أبو طالب ما يأكل إلا وقد أكل محمد. استقضاف ابنه. أيوة، كان يقول يا محمد أنني لن أذوقها، ولكن تذوق طعمها بالأول، وإذا قلت لي أنها طيبة أكلتها. فكان يبدأ يأكل محمد فيقول يا عمي إنها لذيذة، فقال زد هذه كمان. ايش هذه؟ ثانك يو. تمام. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هو أحسن إلى علي. نعم. كان طفل صغير جاهل. بعدها تزوج، صار لقيت يدعي، فالتقي بناس، فإذا بهم يأخذوا حجرة ورجموه بلقبه. أصحاب الدمام. إيه. ولا يبكي. قال هذه بداية الدعوة. الدمام هم ذي رجموه. الطائف وضربوه. الطائف. إيه. وهو صار جلس عرق الشجرة ولا يبكي، وحيد. قال اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هو نزل له جبريل قال له أردت يا محمد لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين ذي في مكة. قال رب اغفر لقومي فهم لا يعلمون. التقي بواحد من قوم يونس مؤمن بيونس، وهذاك شافه لقيه أحرق قلبه، صار بزي تمر وعنب. قال كل. قال له لماذا أعطيتني هذا؟ قال يعني حرقت قلبي بالله. قال هل أنت من آل ياسين؟ قال ايش دراك؟ قال وما أعلمك بياسين وآل ياسين؟ قال إنه نبي من أنبياء الله الصالحين. قال اسكت لا يسمعوك، حدا يبني. من أنت؟ قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. ما خطبك؟ قال لا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لا تشوف الإيمان أينه، لا تشوف. ايوه. يا حسين